السلام عليكم. في فكرة كده منتشرة بتقول إن القعدة لوحدك معناها إنك بترتاح، لكن الحقيقة أنا جاي النهاردة أكسر لك القاعدة دي أو الفكرة دي، عشان الحقيقة في لحظات كتيرة القعدة لوحدك فيها معناها مش راحة، دي طريقة دماغك بيحاول بيها إنه يحميك. لما بتتعرض لفترات ضغط أو عدم تقدير أو إحساس إنك مش مفهوم، عقلك مش بيقف يحلل ويواجه، هو بيختار حل أسرع، هو بيبعدك عن مصدر الإزعاج، فتبدأ تحب القعدة لوحدك مش عشان هي ممتعة لكن عشان ما فيهاش تهديد. في الأول الموضوع بيبقى مريح فعلا، مفيش حد بيضايقك، مفيش حد بيحكم عليك، مفيش احتكاك ممكن يوجعك، بس مع الوقت بيحصل تغيير مهم جدا. انت مش بس بتبعد عن الناس، انت بتفقد حاجة أساسية، وهي انك تشوف نفسك بشكل حقيقي. لأن ببساطة احنا بنفهم نفسنا بالتعامل مع غيرنا، فلما ده بيختفي صوتك الداخلي بيبقى هو المصدر الوحيد. والمشكلة ان الصوت ده مش دايما دقيق، ممكن يكبر عيوبك أو يشككك في نفسك أو يخليك تفسر كل حاجة بشكل سلبي من غير ما حد يعدل الصورة دي. ومع الوقت بتبدأ تدخل في دايرة مقفولة، تفكر وتصدق نفسك وتعيد نفس الفكرة تاني من غير أي تصحيح. وهنا بتبدأ تحس إنك مش فاهم نفسك زي الأول، مش عارف إيه اللي بيساعدك ولا إيه اللي مضايقك بالظبط. وفي مرحلة معينة بتحس إنك موجود بس مش حاضر. في نفس الوقت بيظهر نوع من الغضب بس مش واضح ومش موجه لحد معين، ومش بيطلع بشكل صريح لكنه بيبان إنك بتقسو على نفسك فيه، أو بتفقد الشغف، أو بتبقى متوتر بدون سبب مفهوم، لأنك ببساطة حابس كل حاجة جواك ومفيش مساحة تخرجها أو تفهمها صح. ومع الوقت بتتحول القعدة لوحدك من اختيار لعادة، وبعدين من عادة لأسلوب حياة. بتبقى هي المكان الوحيد اللي انت حاسس فيه انك مسيطر، عشان مفيهوش احتمالات، مفيهوش نقد، مفيهوش رفض، مفيهوش مواقف مش محسوبة. بس في المقابل يا صديقي مفيش حياة، لأن الحياة بطبيعتها فيها اختلاف، فيها احتكاك، فيها ناس. لما بتشيل كل ده انت مش بتريح نفسك، انت بتفرغ حياتك. ومع الوقت بيبدأ يحصل حاجة أخطر، انك مع الوقت بتفقد القدرة على التعبير. مش عارف تقول ايه ولا تبدأ منين، ولا حتى بقيت بتشوف ان الكلام بقى له معنى، فتسكت اكتر وتبعد اكتر والمسافة تكبر وتوسع. ومع البعد صورة الناس في عينيك بتبدأ تتشوه. من غير تعامل حقيقي بتبني أفكارك عليهم من تجارب قديمة أو تخيلات، فتلاقي نفسك مقتنع إن الناس صعبة أو مؤذية أو مش هتفهمك حتى لو الواقع مش كده بالكامل. ده بيخليك تبعد أكتر، فتأكد لنفسك إنك كنت صح وتدخل في دايرة مقفولة. تبعد، ترتاح شوية، إدراكك يتشوه، تبعد أكتر. وفي وسط كل ده بتحصل تغييرات صغيرة لكنها مستمرة. ثقتك بتقل، مرونتك بتقل، قدرتك في تحمل المواقف بتضعف، وأي حاجة بسيطة ممكن تضغطك زيادة، لأنك ما بقتش متعود تتعامل وبقيت في أشياء صغيرة بتفقد الإحساس بالحاجات. الحاجات اللي كانت بتفرق ما بقتش بتأثر، مش لأنك بقيت أقوى لكن لأن جزء جواك اتطفى. وهنا ممكن تسأل نفسك بهدوء، هو أنا بقيت كده ليه؟ ومش هتلاقي إجابة واضحة، لأن مفيش موقف كبير حصل، بس في تراكم صغير حصل كل يوم. كل مرة سكت فيها بدل ما تتكلم، كل مرة انسحبت بدل ما تواجه، كل مرة اخترت تبقى لوحدك عشان ترتاح. التراكم ده هو اللي وصلك للمرحلة دي. المهم عندي إنك تفهم إن المرحلة دي مش النهاية، دي حالة وليها سبب وبالتالي ليها تعديل وعلاج. بس التعديل مش هيجي بنفس الطريقة اللي وصلت بيها هنا. يعني مش هتصلح العزلة بعزلة أكتر، انت محتاج ترجع تدريجيا للواقع، تتكلم، تتعامل حتى لو مواقف حاسس فيها انك مش مرتاح، مش عشان تبقى اجتماعي وخلاص لكن عشان تبدأ تشوف نفسك بشكل أدق. في الأول هتحس بعدم راحة وده طبيعي لأنك بتكسر نمط دماغك اتعود عليه، بس مع الوقت دماغك هيبدأ يفهم حاجة مهمة، إن مش كل القرب مؤذي ومش كل الناس خطر. وهنا تبدأ تسترجع إحساسك بنفسك واحدة واحدة، ترجع تفهم ايه اللي بيفرق معاك، ايه اللي محتاج يتقال وايه لأ، وايه اللي كنت سايبه يتراكم جواك. في النهاية يا صديقي القعدة لوحدك مش هي المشكلة، المشكلة لما تبقى هي الحل الوحيد لكل حاجة. لأنك لو فضلت بره نفسك طول الوقت بتتوه، ولو فضلت جوه نفسك طول الوقت بتختفي. والتوازن الحقيقي إنك تعرف تخرج وترجع من غير ما تضيع في أي اتجاه. وبس يا سيدي، ده اللي كان عندي أقوله لك النهاردة. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم. يا ريت ما تنسوناش من اللايك والسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد. كان معاكم محمد المصري، سلام.